السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. كيش راكم مع هذا الجو اللي بدا يبرد والحمد لله. واش نقول لكم؟ اسمحوا لي على هذه الغيبه الطويله طويله، راني نغيب عليكم بزاف والله. كانت ظروف، وتاني راني نشوف المشاهدات ناقصين بزاف، نحط فيديو نتعب عليه، ندير تصوير ندير مونتاج، وفي التالي ما كاش مشاهدات. كلي تجيك هذيك القنطه، وهذيك اللي كلي صاي ما تبقاش عندك هذاك الحماس باش تنوض وتحط وتوجد تقول غادي نحط ونصور وكل شيء وما كاش مشاهدات. المهم الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل واحد ومكتوبه في هذه الدنيا، وكل واحد وزهره مع هذا لي شان يوتيوب. ونقول لكم المشاهدين وكامل على بالي بلي تقولوا لي قنوات راهم كاين بزاف، نقول لهم كلكم واه تاع بصح راهم كاين بزاف، ولكن كل وحده والطبخ تاعها، وكل وحده والوصفات تاعها، وكل وحده وطريقتها في المطبخ. المهم هنا بسم الله على بركه الله جبت لكم واحد العديسات. الله الله، المشتى راها جايه والبرد راه جاي، هذا ما يليق العدس يجي ما شاء الله. هذه بالنسبه للعدس اللي ما يخرج لها الشباب، ولا يجيها مياه، ولا يجيها كحل، ولا يجيها خفيف. لاصوص تاعه تبع هاد الطريقه وترد عليا الخبر. هنا ايش عندي حبه تاع البصله، حبه تاع طوماطيش، حبه تاع بطاطا، حبه زروديه، فص ثوم، وشويه قزبر. واه حبيبتي شويه قزبر يزيد لها بنه على البنه وتجي شابه وبنينه. هنايا تجيبي الكيكوطه نتاعك وتربي فيها كل شيء على ضربه، ما تقلي ما والو، كل شيء. ربيت الحبه تاع البصله، زدت الحبه تاع الطوماطيش، وربيت هذيك البطاطا، وراني نربي هكا زروديه. علاش نربيهم؟ باش هذيك المريقه نتاعك تجي خاتره وتجي بنينه. وثانيا الوليدات ما ياشي الخضره كي تقصيها شويه شويه مرات ما يبغيوش ياكلوا، يبقاو يعزلوا فيها كما هكا، ديرونجيهم في الماكله. اما لا، من هاك منها تضربوا عصفورين بحجر، منها المريقه نتاعك تجي خاتره وتجي بنينه، وثانيا ياكلوا الخضره بلا ما يفيقوا بها. هنايا درت الكيكوط على الغاز، درت فيها شويه تاع الزيت، وراني نقلي هذيك الخضره هكا غير شويه، غير تقليه خفيفه ماشي واحد الدرجه زعما كبيره. وعسيها زعما لا شتو البطاطا تلصق في الكيكوطه كي تكون هكا مربيه، كي تطلق هذاك الماء تاعها كلي تلصق. نقصي لها الغاز وبقيت تقلي فيها غير بشويه، ماشي كما نقولوا حتى تقليه حتى تحسيها طابت، ولا هي تقليه خفيفه هكا باش نمد لها هذيك البنه، خاصه مع الثوم. هنايا غادي ندير التوابل. بالنسبه اللي غادي نديرهم، غادي ندير شويه تاع الملح، وهكا ملعقه صغيره تاع سكينجبير ولا تاع الزنجبيل. والله غير تبعيها الطريقه تاع العدس تجيك ما شاء الله، وتجيك بنينه بنينه، والمريقه تاعها تجي خاتره وشابه، وحتى اللون تاعها يبقى شباب ما يجيش كحل. هنا درت ملعقه صغيره تاع الفلفل الكحل، وملعقه صغيره تاع الفلفل الاحمر. هادو هما التوابل اللي غادي نديرهم انايا، ما كثرش توابل. وندير شويه زعفران بالنسبه للون. انا ما نديرش العطريه ولا ما نديرش هذوك راس الحانوت كيما نقولوا، ما نديرهاش هذيك المخلطه، ندير غير هادو. وندير هكا مكعب تاع مرق الدجاج، هذا اختياري بصح يزيد لها زعما البنه. وهنايا ندير هذيك الربيطه الصغيره نتاع القزبر، ولا تبغي ديري المعدنوس، تبغي ديري قزبر تبغي ديري المعدنوس، هذاك الشيء اختيار. انا نبغي ندير هكا غير هكا زوج شطيبات نتاع القزبر تعقديهم وديريهم، والله يزيد لها واحد البنه تجي شابه. نزيد نصف ملعقه صغيره تاع الطماطم المصبره، ولا طوماط كونسونطري، ولا طوماطيش تاع القوطي، كل واحد كيش يسميها. ونمرق هنايا بالماء سخون. الماء سخون كي تمرقي به تشوفي على حسب العدس اللي عندك، على حسب الكميه تاع العدس. شتو العدس بالخف يطيب، وثانيا ما كيما نقول هو يشرب الماء بالخف، ومالغري تكون كميه صغيره بس زعما تكثري لها تاع العدس صغيره بس تكثري لها الماء. هنايا خليت حتى هذاك الماء زاد طبخ مليح مع الخضره. والعدس هنايا العدس تنفخيه كما نقولوا، تشمخيه كما يقولوا بالماء حامي، تشمخيه بالماء حامي مده ساعه وتصفيه يطلق كامل هذاك الكحوليه، هذاك التراب اللي فيه. صح بالنسبه تكوني غسلتيه في الاول هذه حاجه باينه، بصح كي تعاود تنفخيه بالماء حامي يزيد يولي شباب كما نقولوا، هذيك التراب اللي كل لاصق فيه كاع يمشي، وهذيك لا كولور هذيك الكحله هذيك تمشي له يولي خضر كما راكم تشوفوا فيه. وثانيا كاين العدس انواع زعما كل كاين العدس بزاف انواع، كاين اللي مالي الخضوريه، كاين اللي قهوي، كاين اللي صفر، كاين كل واحد وكيفاش. هنايا انا كنت نفختها كما نقولوا، او كان عندي في الكونجيلاتور
ما استعملتهش، نفخته وعاود بان لي طياب واحد اخر، عاود خليته صفيته درته في الكونجيلاتور على غدوه طيبته. وهنايا شوفوا النتيجه كي جا واحد العدس والله يا خواتاتي من يديكم، جا شباب وبنين. وشوفوا المريقه تاعه تجي خاتره، تجي مريقه، ما تجيش هكا مصفيه الماء، على خاطر العدس كيما نعرفوه غادي كي تخليه في الكيكوطه تطفي عليه وتخليه غادي من بعد تجبري مصفي الماء. المهم هذا بالنسبه للفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، فيديو بسيط ومتواضع جدا. وما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير والتحفيز، والسلام عليكم.